اهي واحده اهي طلبت بحقوقها، شوفي بقى قله الادب اللي حصلت معاها. للاسف كل المسؤولين في كل القطاعات والتخصصات مش عايزين حد واعي وفاهم حقه ايه ويطالب بيه ازاي. ماشي، انا عندي سؤال واحد بس، فايه يا جماعه؟ يعني الناس لما هتطالب بحقوقها هيتم التطاول عليها او الاساءه ليها، قله ادب معاها، ماشي، فايه؟ الناس في مجموعه من الناس، مش هنقول كل الناس بس من الناس، مش حابه ان البني ادم يكون واعي وفاهم وبيطالب حقوقه عشان ما يجيب لهمش وجع دماغ بيحصل. فايه واحده من اكبر اسباب الهشاشه والضعف والاستباحه خصوصا عند الستات، هي عند اي بني ادم بس بتظهر اكتر عند الستات، هي انتظار الموافقه، انتظار موافقة الطرف الآخر على اللي هي بتعمله، بتفكر فيه، بتشوفه، بتقوله، مستنية الآخر يوافق إن فعلا ده حقي، يقر كده أيوة صح تصدقي ده حقك، أو مستنية الآخر يوافق إن أنا أطالب بحقي ويطلع لي صوت، أو مستنية الآخر إن لما أطالب بقى وأتكلم وأطلب حقي وأحط حدودي وبتاع لازم يديهاني على طبق من حضرتك بتطلبي حقك اتفضلي يا فندم، يدهوني كده على طبق من ذهب مش من فضة بس. إيه يا جماعة؟ هو الأصل في الحياة التدافع. هل ده بيحصل ان ناس تحترم كده لما بنطالب بحقوقنا؟ ولكن مش كتير. بالعكس، يعتبر النسبة الأكبر هي اللي هتبقى بتزق، أنا بزق هو بيزق، أنا ببوش بيبوش باك، في تعارض مصالح، في تضارب في الاحتياجات، في قيم بتحرك الإنسان منها الصالح ومنها الطالح. قد يكون القيم اللي بتحركه هو قيم فاسدة، قد يكون أولوياته هو أولويات مؤذية علشان بس مصلحته، في قدر من الأنانية والتمركز حوالين الذات وخلافه. فهل أنا بقى مطلوب مني أفضل مستني الآخر يوافق علشان أنا أتعلم إيه حقوقي وأبدأ أطلب بيها أو أطالب بيها؟ طيب، أنا بيحضرني هنا مقولة يعني حلوة قوي الدكتور أحمد خالد توفيق الله يرحمه، كان بيقول إيه؟ اعتقادك أن العالم سيعاملك بلطف لأنك طيب يشبه اعتقادك أن الأسد لن يأكلك لأنك نباتي. هي طبيعة الأسد إنه كده كده هيهاجم عليك ويفترسك. فطبيعة العالم وطبيعة الحياة وطبيعة العلاقات التدافع، فهفضل أزق وممكن كتير أتزق أنا كمان. أمال أنا بقى بطلب حقوقي ليه وبعبر ليه؟ عشان حاجتين. الحاجة الأولانية من مطالبة الحقوق، وهو ده السبب الأهم، هو إن ده حق نفسي، ان ده بيحطني في الصورة، ان ده بيديني مساحة، ان ده بيعمل لي اعتبار، ان ده بيخلي الاخر حتى لو مسيء يفكر مرتين، حتى لو هيعمل نفس الاساءة، بس لما انا وغيري 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 يبدأ يطالب ويتكلم حتى لو ما تمش الرد على او الاستجابة لمطالبنا الاخر، هذا الوش والازعاج اللي بيحصل من مطالبة الحقوق، الاخر بيبدأ يعيد التفكير، بيبدأ يراجع نفسه مرتين. لا، قد يكون الناس دي انا ما ينفعش اعمل معاها كده، انا ممكن اروح اعمل كده مع ناس تانية لانها بتسكت. فالحاجة الأولانية أو الهدف الأولاني من المطالبة بحقوق إن ده حقك أنت، كيانك، مساحتك، وجودك. الحاجة التانية بقى تيجي إن آخد الحق ده، فأمشي بقى بإن الآخر يحترم نفسه ويديني هذا الحق، أو إن أنا ألجأ لأساليب تانية تكون مشروعة، أشوف إزاي أقدر أصعد الموضوع وأوصل إزاي لمسارات أخرى آخد بيها ولو جزء من حقي. خدته ما خدتوش، يكفيني إني وقفت ودافعت عن نفسي، ووقفت في صف نفسي وحطيت نفسي أولوية واديت لنفسي مساحتها وحقها وتقديرها واحترامها، وكم من الاحتياجات اللي بتلبى بس عشان أنا وقفت واتكلمت، وكم من الأمراض النفسية اللي يمكن دفعها عننا بس لما أقف واتكلم عن حقوقي وأطالب بيها.